أهلًا بيكم في حلقة جديدة من الحلقات اللي إحنا بنحلل فيها مسلسل عبد الغفور البرعي من وجهة نظر الbusiness. طبعًا الحلقات ديّة لعشاق المسلسل زي حالاتي، ولكن إحنا بنحاول نجيبها من وجهة نظر تانية، وهي إن الbusiness بيتكلم إزاي عن المسلسل. الحلقة ديّة إحنا هنتكلم في حاجة مختلفة شوية. في الحلقة اللي فاتت إحنا اتكلمنا عن عبد الغفور البرعي، واتكلمنا عن نقطة هو إزاي حاول يدخل اللي هو السوق مع الكبار، وإزاي قدر إن هو وإزاي قدر إن هو يكون له أو يوجد له مكان في وسط الناس اللي موجودين في السوق بشكل كبير، والرئيس مرسي إزاي حاول إن هو يبني أسوار عشان يمنع عبد الغفور إن هو يدخل معاه في نفس المنطقة لمّا لقاه شخص مجتهد. أنا بس بقى عندي سؤال بقى هنا، والسؤال ده مش في المسلسل بس، السؤال ده موجود بشكل مطلق. هو ليه مش كل واحد بيجتهد لمّا يلاقي شخص شاطر يجتهد زيه عشان يقدر يحقق نفس اللي هو بيحققه؟ في الآخر أنت لو عملت نفس المجهود، أنا قدامي موظف شاطر، لو أنا عملت نفس الموضوع اللي هيحصل بشكل تلقائي إن الموظف اللي بالعكس، الموظف اللي كان له مكان وهو قديم وموجود بقى له فترة، هو باني ثقة أكتر عند الناس اللي موجودة في المكان، فبالتالي هو فرصه أعلى إن هو يتواجد بشكل أكتر. وهنا نيجي بقى لفكرة ال 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 الاختيارات السهلة، نيجي لفكرة المنظومة، نيجي لفكرة إن هو القناعات نفسها والminds بتاعة الناس. البيئة دايمًا بتكون بيئة العمل الفاسدة بتكون طاردة دايمًا لأي حد بيطلب إصلاح أو بيفكر بتفكير مختلف. خلّينا نقولها مش شرط تبقى بيئة العمل الفاسدة، ولكن بيئة العمل الروتينية، بيئة العمل الرتيبة، بيئة العمل اللي فيها الناس كلّها متّفقة مع بعض اتفاق غير مُعلن إن إحنا كلّنا هنشتغل بlimit معيّن وبحجم معيّن، عشان يبقى كلّنا أدائنا متوسط، فبالتالي ما فيش حد فينا مميز، وما فيش حد فينا يتقال عليه ضعيف، فبالتالي إحنا كلّنا موجودين في الsafe side وكلّنا مكمّلين. فلو طلع حد نابغة لو طلع حد نابغة في بيئة العمل دي، لازم هنحاول ننزّله لتحت، لازم نعمل مؤامرات كتير وعشان نوقّعه، لازم لازم نقدر نحاول بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة إن إحنا نعمل ده، عشان الشخص ده لو ظهر، الشخص ده هياخد مكان حد فينا، فبالتالي إحنا بنتفق إن إحنا الضعيف فينا كمجموعة ما ينفعش إن هو يُقع، لازم إن إحنا نسنده ونداري عليه حتى لو إحنا هناخد شغله، مقابل إن إحنا كمجموعة ما فيش حد فينا بنطلع مع بعض كلنا، وما فيش حد مدّيينه فرصة إن هو يتنفّس. الأنا بيننا إحنا بس، الego لينا إحنا بس، أي position جديد موجود هو إحنا بس، فهُم عاملين حلقة مُغلقة لا يمكن لحد إن هو يكسرها. هو ده اللي كان عامله مرسي مع عبد الغفور البرعي. مرسي كان كل تفكيره إن أنا وده طبعًا بيعمله دايمًا الناس اللي هي ما عندهاش ثقة في نفسها، اللي هي دايمًا بتشوف دايمًا الفُرَص في الندرة وليس الوفرة، يعني إن الفُرَص كتير وموجودة في كل مكان، لأ الفُرَص مش كتير، أنا ماسك في مكاني بإيديّا وأسناني. ومش هاجتهد عشان ما حدش ييجي ياخد مكاني، لأ أنا بالطرق ال 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 بكل الطرق اللا قانونية، الغير قانونية، بكل الطرق الشرعية وغير الشرعية، هاستخدم كل الطرق النفسية، الشرعية، القانونية، أي طرق أقدر إن أنا أعملها، الطرق ديّة هاعملها عشان أوقّف الشخص اللي هو باين إن هو بيطلع، وباين إن هو في فترة من الفترات هيكون شخص مختلف، وباين في فترة من الفترات إن هو هيتجاوز الناس اللي موجودة وممكن يبقى موجود فوقهم. الفكرة إن دايمًا مع إن التجربة ديّة نهايتها دايمًا معروفة، يعني إحنا لو شُفنا كده هنبُص نلاقي مؤامرات كتير جدًا. أولًا مرسي راح عامل إيه، راح رايح لمحفوظ ابن المعلم سردينة، وراح اتفق معاه على إن باقول لك إيه، الواد ده بيعمل مشاكل، راح جاي اتهمه بالسرقة، وراح جاي عمل مؤامرة كاملة عشان يقول إن هو حرامي، راح جاي في مرّة حاول إن هو يقتله. مش بس كده، ده كمان ده شافه عايز يتجوّز مين وراح رايح لفاطمة عشان هو اللي يلحق ويتجوّزها قبله. أنتم متخيّلين حجم المؤامرات؟ أنا في الآخر هاحُط لك عراقيل كتير جدًا، جدًا، جدًا في حياتك بحيث إن أنا أشغلك عن الهدف اللي أنت رايح له، أشغلك لإن أنت ممكن الحاجات ديّة توقّعك ولو وقعت خلاص الموضوع انتهى، أو الحاجات دي ممكن تعطّلك، أو الحاجات ديّة كإن من الآخر لمّا تيجي تشتغل في شغل جديد أو تشتغل في مكان وموجود فيه الstyle ده، من الآخر هو المكان بيقول لك بُص إحنا عندنا system، الeco system ده يا تركب أنت عليه، يا الeco system هيلفظك لوحده اللي هو إيه، إحنا مش هندّيك، إحنا ما حدش هيدّيك وِش، إحنا هنحط لك كل شوية عقبات كتير جدًا، إحنا هيبقى عندك مشاكل كتير أنت عارف إنك هتقابلها وأنت جاي بتشتغل، إحنا مش هنسمح لك في فترة من الفترات إنك تغيّر النظام ده، لإن ده نظام مُغلق على نَفْسه،
مش هنسمح لك إنك تغيّره. طب لو فكّرت إنك تغيّره، أنت محتاج إن أنت تقابل المشاكل، محتاج إن أنت تقابل إن أنت ممكن تترفض، محتاج إن أنت مقابل إنك ممكن يتحقق معاك إنك تخسر لو أنت بتشتغل في business. حاجات كتير أوي هتخلّيك إن أنت لأ، هتُقف مكانك، لإن أنت مش هتقدر تكمّل في وسط كل العقبات ديّة. إلا لو أنت بقى كنت زي عبد الغفور كده، الراجل اللي هو ما عندوش مشكلة إن هو يموت مقابل اللي بيعمله. هو ما عندوش مشكلة، أنا في الآخر عندي هدف، عندي هدف إن أنا أكون موجود دايمًا جنب المعلم سردينة، هو الراجل الكبير اللي هو أنا أولًا واخد ده الراجل ده الrole model بتاعي، أنا عايز أبقى زي المعلم سردينة. تمام. الحاجة التانية، أنا مستعد أعمل أي حاجة حتى لو أنا ده هو يعني أنا أعمل أي حاجة عشان أتعلّم. أعم ال أي حاجة، يعني أنا الراجل ده محت أ أ أعم يع أشيل لك الشنطة يا عم بتاعة، أرُص لك أي حاجة، أعمل لك أي حاجة عشان أتعلّم وأعرف الصنعة ديّة عاملة إزاي. فهو هو شخص مجتهد. الحاجة التانية، أنا هاعمل double وtriple الشغل اللي بيتطلب منّي. ف ف ف فبالتالي لمّا وهاجدد، أنا مش هاعمل الشغل بالشكل التقليدي اللي هو بيعمله مرسي والصبيان بتوعه والكلام ده كلّه. فطبعًا المشكلة هنا في النموذج ده إن هو إيه، إن هو دايمًا بيحرج الشخص اللي هو زي مرسي. فهو ما قدّاموش إلا حل، للأسف بيصعّبها عليه تمامًا، ما قدّاموش إلا حل من 2، يا يتطوّر يختفي. وخدوا بالكم إن اللي أنا عايز أقوله هنا في الجزء ده، لو جينا عملنا له انعكاس كده للbusiness وللشغل بشكل عام، هو قد يكون على الوقت ع ب ب على يعني على المدى القصير، النموذج التاني ده هو اللي بيبقى باين إن هو كسبان. النموذج اللي هو المجموعة اللي هي قافلة على نفسها، اللي هي كده ما حدش عارف يدخل ما بينهم، حتى لو في حد ضعيف فهو صاحبنا فإحنا بنشده، أو حتى لو هنشيل منه شغل، ولو في حد قوي مش هيطلع لإن إحنا في system بيننا وفي اتفاق غير مُعلن. ولا وده عامل زي فلو أنتم فاكرين اللي هو لمّا كنا بندرس زمان في كتب التاريخ، لمّا كان بيقول لك إن إحنا في 3 طبقات في المجتمع، كان في طبقة الملوك أو الأمراء، وفي الطبقة التانية اللي هي التجار، وفي الطبقة التالتة اللي هي طبقة العبيد. الفكرة إن أنتم لو ذاكرتوا ال3 طبقات دول، لو أنتم فاكرين معايا هتلاقوا إن في حاجة دايمًا كانت ثابتة بين ال3 طبقات. أولًا، إن طبقة الأمراء مقفولة على الأمراء، ما فيش تاجر هيطلع يكون أمير، ولكن كل التجار مصلحتهم مرتبطة بالأمرا. تمام. فالأمرا قافلين على نفسهم مقابل إن هم محافظين على طبقة التجار اللي هتمنع الطبقات إن هي تتغير، أو إن ده نظام مجتمعي هيفضل مكمل بنفس الطريقة، ما حدش يقدر يطلع منه. ولو أنتم فاكرين، حتى لو حد فيكم بيقرأ في التاريخ، فهتلاقوا إن ده ما اتحلش بحل تقليدي. يعني إحنا يمكن الحلقة الجاية هنتكلم بقى عن الحل شوية، لأن المرة دي عبد الغفور بيضرب في مين؟ ده المرة دي بيضرب في مرسي، وهو برضه يعني المعلم بس بتاع الصبيان، يعني ما بيعملش حاجة. لكن المرة الجاية بقى الضرب هيبقى مباشر في محفوظ، لأن مرسي قدر يأثر عليه. ف فهنتكلم بقى في اللعب مع الكبار. فالفكرة بقى في فكرة الترتيب بتاع المجتمع ده اللي اتعمل، اتحل بحاجة غريبة جدًا. اتحل إن كل العبيد اللي كانوا بيشتغلوا في أراضي التجار، وما حدش بيمتلك، هو موجود في أرض التاجر، والتجار دول كلّهم بيشتغلوا تحت الأمراء. فالترتيب المجتمعي ده ما اتعملش إلا لمّا الحلقة دي اتكسرت بوجود المُدن. فبدأت العبيد يهربوا من الأراضي بتاعة التجار ويروحوا المُدن، وكل واحد فيهم يشتغل، والمُدن فيها حرية أكتر، ما فيش فيها سيطرة، ما فيش فيها النظام الاجتماعي ده. فبدأ العبيد يبقوا أغنيا، فبدأ النظام المجتمعي نفسه يتغيّر ويبقى الشكل مختلف، وبدأ العبيد عادي يكونوا موجودين ومشاركين. اللي أنا عايز أقوله في الآخر، إن دايمًا يعني لو خدناها من المسلسل المحبب لقلبي يعني، هو إن أنت الإنسان اللي مجتهد هو دايمًا هيلاقي طريق. ما فيش حاجة اسمها كل الطرق مقفولة، ولو هو مش موجود في مكان، إحنا الأرض واسعة، ألم تكن أرض الله واسعةً فتهاجروا فيها. فهو يقدر يشتغل شغلانة تانية، يقدر يروح مكان تاني، عنده دايمًا يقدر يعمل مناورة تانية جديدة، فيقدر إن هو يوصل في الآخر لل للنقطة اللي هو حابب إن هو يوصل لها. المرّة الجاية بقى هنتكلم في الحلقة الجاية عن اللعب مع الكبار. اللعب مع الكبار، أنت دلوقتي خلاص، عبد الغفور البرعي خلاص بيثبت نفسه للحاج، والحاج هو اللي بيحميه بشكل مباشر. فكده مرسي خلاص فقد السيطرة بالنسبة لعبد الغفور، بالذات بعد ما مرسي اتحبس، لمّا هو حاول يقتل عبد الغفور فاتحبس.
فخلاص ما بقاش فدلوقتي خلاص هو كده يعني خلاص هو كده انتصر عبد الغفور البرعي في المرة الجاية بقى هيقدر يعمل إيه بقى مع محفوظ ده؟ محفوظ ده الراجل ده ابن الحاج و وكمان بيكرهه جدًا، ما عندوش مشكلة إن هو يعمل أي حاجة عشان يقدر إن هو يوقّعه، والتاني لسه بيبدأ أول طريقه أو بيشق أول طريقه إن هو يكون تاجر وإن هو يستقل بتجارة لوحده. عبد الغفور البرعي داخل في الحلقة الجاية في اللعب مع الكبار، فاستنونا في الحلقة الجاية في اللعب مع الكبار.